السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في فيديو جديد على قناتنا. النهاردة هنكمل رحلتنا مع واحد من أنجح وأجمل الأنميات اللي ظهرت مؤخرا، أنمي The Apothecary Diaries أو يوميات الصيدلانية، واللي بيقدم لنا مزيج مثالي بين الدراما التاريخية، الغموض، السياسة، وحتى الرومانسية. بعد ما خلصنا الموسم الأول المليان ألغاز وتشويق، جه الدور دلوقتي على الموسم الثاني اللي بدأ من الحلقة 25 لحد الحلقة 93. في الفيديو ده هنعمل ملخص كامل للحلقات، تحليل للأحداث، تطور الشخصيات، وأهم اللحظات الدرامية اللي شدت انتباهنا. خليكم معايا للنهاية. نبدأ مع الحلقة 25 بعنوان ماو ماو أند ماو ماو. ماو ماو رجعت لحياتها الطبيعية كمتذوقة للسموم عند السيدة جيوكويو، لكن في نفس الوقت بدأنا نلاحظ انتشار روايات وحكايات جوه الحرم بتلمح لأسرار كبيرة. جينشي في دوره كمدير للحرم بيبدأ يدخل في مواقف سياسية حساسة جدا. في الحلقات اللي بعدها بنشوف تحقيقات ماو ماو في قضايا غامضة زي مرض غريب ناتج عن فطر قاتل، ظهور ألغاز مرتبطة بالقصور والجواري، تفاصيل صغيرة لكنها كلها بتجهز المسرح للحدث الأهم، اختفاء ماو ماو. هنا الأحداث بتاخد منحنى شديد. ماو ماو تختفي فجأة والجميع بيتصدم. جينشي بيبدأ رحلة البحث عنها بكل الطرق. في نفس الوقت بنشوف صراعات داخلية بين العائلات النبيلة، مؤامرات كبيرة داخل القصر الإمبراطوري، توتر سياسي واجتماعي، الكل فيه بيحاول يثبت قوته. ماو ماو من ناحيتها بتلاقي نفسها وسط شبكة من الأسرار أكبر من أي حاجة قابلتها قبل كده. جينشي بيتحول من مجرد شخصية أنيقة بتعتمد على مكانتها لمحارب وقائد قادر على المواجهة. النقاد والمتابعين وصفوا التحول ده بأنه من أقوى لحظات الموسم. ننتقل لأحداث جديدة تماما مع عشيرة شي. هنا بتظهر شخصية شين مي اللي عايزة الانتقام وبتحاول تعمل مؤامرات ضد شيسو. الصراع بين الاتنين بيولع، وبينقلنا لمشهد درامي قوي جدا. كمان في اللحظات دي بيظهر لولان واللي بيخوض مواجهة أخيرة مع والده. المشاهد دي مليانة مشاعر وتوتر، والأنمي عرضها بطريقة رهيبة جدا. في الحلقة 47 نشوف الحرس الإمبراطوري بقيادة لاكان بيتوجهوا لمهاجمة حصن عشيرة شي، وبتبدأ معركة ضخمة. مع اقتراب النهاية الأحداث بتاخد طابع أكثر خطورة. جينشي بيستمر في إثبات قوته وذكائه، وماو ماو بتفضل المحرك الأساسي للأحداث بتحقيقاتها ودهائها. الحلقة الأخيرة 48 بعنوان The Beginning، وهنا العنوان نفسه بيقول كل شيء. النهاية ما كانتش إغلاق لكنها كانت بداية جديدة. الأنمي بيتركنا على أعتاب مرحلة مختلفة، وبيفتح الباب لموسم ثالث مليان ألغاز وأحداث منتظرة. التحليل وتطور الشخصيات. ماو ماو فضولها وذكاؤها ما زالوا سر قوتها. قدرتها على كشف الغموض بتخليها دايما في قلب أي مؤامرة. جينشي هو نجم الموسم الثاني بلا منازع، تحوله من شخصية غامضة معتمدة على السلطة لشخص محارب قادر على حماية الناس حواليه. كان من أقوى النقاط اللي عجبت الجمهور. العلاقات. العلاقة بين ماو ماو وجينشي بتاخد أبعاد جديدة، فيها توتر، إعجاب، واحترام متبادل، وكل ده بيبني تمهيد مهم للمستقبل. السياسة والمؤامرات. الأنمي قدر يقدم صورة دقيقة عن تعقيدات القصر، الطبقية، والمؤامرات اللي بتحصل في الكواليس. وبكده نكون وصلنا لنهاية ملخص الموسم الثاني من أنمي The Apothecary Diaries. موسم مليان دراما، مؤامرات، مفاجآت، وتحولات غير متوقعة. والسؤال دلوقتي، إيه أكتر لحظة شدتكم في الموسم؟ وهل أنتم متحمسين للموسم الثالث؟ شاركونا رأيكم في التعليقات تحت الفيديو. لو عجبكم الملخص والتحليل ما تنسوش تدعمونا باللايك والاشتراك عشان يوصلكم كل جديد. أشوفكم في فيديو جديد، والسلام عليكم.